عسلامة، مرحبا بكم في كويزين سحر. اليوم باش نعملوا مع بعضنا صوص كراميل بطريقة سهلة وبسيطة. مع بعضنا نشوفوا المقادير. هنا عندنا 200 جرام سكر، كيس حليب يكون سخون، مغرفتين زبدة ومغرفتين نشام بعد نحلهم بشوية حليب. نحط السكر على النار، نخليوه للي يذوب السكر، نحركوه كل مرة، نحركوه شوية للي كله يذوب ويولي لون واحد. هون زدناه الزبدة، ما تخافوش، معناها الزبدة باش تعمل هكاك كشكوشة وكل باش تذوب وتتخلط مع الكراميل. اما ردوا بالكم راهو يتنطر عليكم سخون. نحركوا مليح ديما ما نبطلوش التحريك لهنا باش نزيدوا النشا والمحلول في الحليب، نحركوهم مع بعضهم ديما التحريك ما نقصوش جملة. ومن بعد زدنا عليه الحليب سخون، ديما نحركوا البنات ما نقصوش عليه جملة التحريك. للي يتجانس ما تخافوش، حتى كي يتكتل لكية ولا كي يتلم ما تخافوش، راهم بعد كله يرجع يتسيب شد بعض. هوني شوفوا كيفاش النتيجة النهائية، كيفاش احضر صبيناه في الكيس. ومن بعد انا عندي طريقة الخاصة متاعي نرحيب بالبلونجور باش في ساعة كان فما حاجة هكا يترحى مع بعض. شوفوا كيفاش جاني روعة.